هل من الممكن أن يكون عقلك يخدعك كل يوم دون أن تدرك ذلك؟ الإجابة نعم، وبطريقة لا تتخيلها. في كل يوم يتلاعب عقلك بك، يجعلك تصدق أمورا غير صحيحة، ويدفعك لاتخاذ قرارات خاطئة بينما تظن أنك تفعل الصواب، لدرجة أن حياتك بأكملها قد تسير في الاتجاه الخاطئ بسبب حيلة من دماغك. دعني أوضح لك كيف يحدث ذلك. لكن قبل أن نبدأ، إذا كنت تشاهدني لأول مرة، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وإذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، فهذا يساعدنا كثيرا على الاستمرار. والآن لنبدأ. عقلك ليس دائما في صفك، أحيانا يحاول حمايتك بطريقة تؤذيك دون أن تشعر. على سبيل المثال، عندما تحاول البدء في شيء جديد مثل ممارسة الرياضة أو الدراسة أو حتى بدء عمل خاص، تجد نفسك تؤجل وتتكاسل، ليس لأنك ضعيف الإرادة، ولكن لأن عقلك يحاول إبعادك عن أي شيء مجهول أو صعب، فهو يفضل الراحة والبقاء في المنطقة الآمنة، حتى لو كان ذلك يعني ضياع فرص عظيمة من حياتك. هناك خدعة أخرى تعرف وهم المعرفة، حيث تشاهد مقطع فيديو أو تقرأ معلومة وتشعر أنك أصبحت خبيرا في الموضوع، ولكن الحقيقة أن عقلك يخدعك، لأن المعرفة الحقيقية لا تأتي إلا بالتجربة والتطبيق. إذا لم تستخدم هذه المعلومات في حياتك، فستتلاشى وكأنها لم تكن موجودة أبدا. ومن أخطر الحيل العقلية التحيز التأكيدي، حيث يبحث عقلك دائما عن المعلومات التي تؤكد معتقداتك، ويرفض أي شيء يخالفها. إذا كنت مقتنعا بأمر معين، ستجد نفسك تلاحظ فقط الأدلة التي تدعمه، حتى لو لم تكن صحيحة. لهذا السبب، من الضروري أن تبقى منفتحا على الآراء المختلفة وألا تصدق كل ما تفكر فيه دون تمحيص. لكن أخطر خدعة قد يمارسها عقلك ضدك هي التسويف المبرر، حين تخدع نفسك وتقول لن أبدأ اليوم، ولكن بالتأكيد سأبدأ غدا، أو سأنتظر حتى تتحسن الظروف، ولكن الحقيقة أن هذا الغد قد لا يأتي أبدا، لأن عقلك سيجد دائما مبررا جديدا للتأجيل، والنتيجة سنوات تمر وأنت في نفس النقطة لم تتقدم خطوة واحدة. الحل الوحيد هو أن تتخذ خطوة الآن مهما كانت صغيرة، لأن الفعل هو الشيء الوحيد الذي يكسر هذه الدائرة. لا تنتظر اللحظة المثالية، بل ابدأ، أفشل، تعلم، واستمر. لا تسمح لعقلك أن يخدعك بعد الآن. أخبرني في التعليقات ما أكثر خدعة من هذه الخدع وقعت ضحيتها من قبل. ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، فالمحتوى القادم سيكون أقوى بكثير.